سامي صديقي على القهوة قرر يعمل فكرة مجنونة، بس هي شكلها من بره لطيف. سامي قرر ياخد اسبوع اجازة من الشغل وسماه يا عيني الفاميلي ويك. ايه يا سامي هتعمل ايه؟ قال لي انا خلاص قررت ان الاسبوع ده ان انا اعمله للاسرة. حبيبي، اول يوم لسامي في الاجازة طبعا كان فاكر ان الدنيا ماشية حلو، ما يعرفش ان هو بينزل الصبح ويرجع بالليل، فنظام البيت لازم يكون بعيد عنه. قاعد المدام بتاعته بتدي دروس للولاد، على فكرة مدرسة دراسات ممتازة. سامي سامع المدام بتتكلم عن جبال الألب في إيطاليا، يقول لها لا في سويسرا. أنت مالك يا سامي؟ إحنا على القهوة عارفين إن في سائق دراسات أصلا. قامت خناقة كبيرة، طبعا شدوا مع بعض جامد. إيه اللي أنت بتقوله دوت؟ تاني يوم البي رايح جاي يبص على السجادة، الفرنشة منكوشة، الطقطوقة مش نظيفة، الكنبة مش معدولة. أنا ما ينفعنيش الشغل ده، ما ينفعنيش. انت مالك يا سامي؟ ما تقعد يا حبيبي في حته، انت مالك؟ ثالث يوم دخل المطبخ، تصوروا سامي ان كيتشن، طبعا عك الدنيا كله، حط ملح شيل ملح، العيال ما كلوش. رابع يوم مدام سامي قالت له ينعل ابو دي اجازه. للاسف الفاميلي ويك دوت باظ. سامي المدام بتاعته قضت بقيه الاسبوع عند باباها، فما بقاش فيه فاميلي ويك. الخلاصه، ليه لما بتحب تاخد اجازة ليه بتدخل نفسك في نظام؟ انت مالك؟ انت مش مسؤول عن نظام البيت، الست هي اللي مسؤولة. انت تقعد خليك قاعد قاعدة لطيفة، لو في حاجة غلط اتكلم فيها، لكن ما تعدلش نظام البيت اللي انت اصلا مش موجود فيه. مش اليوم ولا الاتنين اللي هتكون موجود فيه هتنكد على البيت كله. لازم تكون فاهم ان البيت مملكة الست.